ما يتعلق بالاهلي. الاهلي اليوم بيتلقى خساره مفاجئه من اورلاندو بايرتس في دوري ابطال افريقيا بهدفين مقابل هدف. يتقدم اورلاندو يتعادل الاهلي، يتقدم اورلاندو يسجل الاهلي، ولكن حكم المباراه يلغي هذا الهدف. طيب، ظاهريا تبدو هذه النتيجه غير مؤثره في مساله صعود النادي الاهلي الى المرحله المقبله من الناحيه الظاهريه. جوهريا هتقف امام ارقام كتير جدا ومواقف في الملعب هتقلقك لو انت من جمهور النادي الاهلي، وهتبتدي تبص لابعد من كده. انا بتعثر ليه الفتره دي كتير، فهترجع لمجريات المباراه وهترجع للارقام اللي حصلت في دوري ابطال افريقيا، فهتلاقي انه لدى الاهلي ليس لوغاريتم انما مشاكل حقيقيه ملموسه. الارقام بتقول لك انه لدى الاهلي ازمه دفاعيه واضحه. يعني ايه ازمه دفاعيه واضحه؟ يعني اذا انت بصيت الاهلي النهارده بيروح عليه فريق اورلاندو بايرتس، عد كده معايا، هو جاب كام جون؟ جاب 1 2. ايه رايك ان اللي راح على الاهلي، الفرصتين اللي راحوا على الاهلي هما 2؟ فانت متخيل ان النتيجه اسمها 100%؟ انا رحت عليك ب2 جبت ال2. ده ما بيحصلش مع الفرق الكبيره دفاعيا، ما يحصلش مع الفرق الكبيره. ده معناه ان انت مستباح دفاعيا. ده رقم لازم تحطه في اعتبارك. الرقم الثاني، استاد ابيجان حصلت المجموعه اكتر فريق اتعبى اهداف، متعبي النهارده 6 6. شايف النتيجه عامله ازاي؟ متعبي 6. اجمالي ما سجله استاد ابيجان في كل المباريات اللي هو لعبها في دور المجموعات، أربعة أهداف. هو أضعف خط ظهر موجود في المجموعة. سجل 4 أهداف، 3 منهم في شباك النادي الأهلي. رقم مهم تقف عنده، رقم مهم، لأنه يدي لك إحساس إنه شباك الأهلي مستباحة. لماذا؟ تعالوا نشوف اللي بعده. لأول مرة مصطفى شوبير بتهتز شباكه في دوري أبطال إفريقيا منذ 867 دقيقة. رقم مهم لأنه فيما سبق كان مصطفى شوبير يحافظ على شباكه نظيفة، يتحملها خط الظهر. الرقم اللي بعده، استقبل شوبير هدفا وحيدا في نهائي نسخة 2023 ضد الوداد، وحافظ بعدها على نظافة شباكه في مباريات المتتالية. ما بكلمكش على لعيب بقى بعينه، انا كده بكلمك على منظومة دفاعية في النادي الأهلي عندها ارتباك واضح. هذا الارتباك ما تقدرش تقول عليه انه هي مسألة لها علاقة فقط بالصفقات المستقدمة من عدمها، لانه انت النهاردة بتتفرج على اخطاء دفاعية ساذجة جدا ما ينفعش النادي الاهلي يقع فيها. اتكلم على الهدف الاولاني، خطأ ما بين رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، ما ينفعش يتعمل في فرقة زي فرقة النادي الاهلي. تتكلم على الهدف الثاني، نفس القصة، اخطاء دفاعية انت بتقعد تتفرج عليها، ايه ده؟ هو ازاي ده يحصل في النادي الاهلي؟ مش منظومة النادي الأهلي الدفاعية اللي تبقى مستغلة بهذا الشكل ويقدر أي فريق يسجل فيها. ناهيك عن أنه في أرقام تانية هتقول لك أنه فريق أورلاندو بايرتس هو يكاد يكون بالنسبة للنادي الأهلي فريق يشكل عقدة. 4 ماتشات أنت لاعبهم ما بينك وما بين أورلاندو بايرتس. تعالوا للأرقام هوريها لكم، هتدي لك انطباع أهو أنه في حاجة غلط. إيه الغلط؟ دي أول هزيمة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا على أرضه من 26 فبراير 2022، ما يقرب من 3 سنوات. خسر ضد سان داونز 1-0. دي المباراة الرابعة على التوالي، وقف عند الرقم، اللي بيفشل فيها الأهلي في تحقيق الفوز على أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا. خسر 3 وتعادل مباراة. 4 ماتشات متتالية. أنت كنادي أهلي أكثر الفرق تتويجا بالبطولة الإفريقية، أعظمهم على الإطلاق، وهذا رقم واضح وصريح. مش قادر انك تتغلب على فريق زي فريق اورلاندو بايرتس. انت دي المباراه الرابعه على التوالي اللي انت بتفشل في تحقيق الفوز فيها، تخسر 3 وتعادل المباراه. اذا انت امام ارقام اكثرها سلبيه. هل هذا
يدي لك انطباع كامل انه الاهلي لم يقدم شيئا خلال المباراه؟ لا، ولكن في هنا جرس انذار يقول لك خد بالك، السياره ترجع الى الخلف، خد بالك. اللي هيحبك هيقول لك لا، في حاجه غلط. اللي هيحبك هيقول لك النتيجه دي مش مؤثره على صعودك، النتيجه دي مش مؤثره على وجودك، انت عملت قبل كده ده وكنت خارج بره البطوله ورجعت مع الهلال. بس اللي هيحبك هيقول لك خد بالك انه التاسيس على ذكرى تاريخيه لابد ان يوضع معاها القدره على الفعل. يعني وانت بتاسس بتقول ما انا خرجت قبل كده ورجعت، خرجت قبل كده ده كان موقف، رجعت ده كان قدره على الفعل. فلما تاسس لده خد بالك تاريخيا انت كنت بره، انت كنت بره مع الهلال في ماتش الهلال، انت كنت بره، بس كان عندك القدره والتصميم علشان تعرف ترجع تاني. اذا ما ينفعش وانت بتتكلم في الجزئيه دي تنسى الحتتين دول. هل تسال نفسك السؤال، هل انا عندي القدره؟ هل انا عندي الاراده؟ هل انا عندي العناصر والمكونات اللي ترجعني تاني بالشكل اللي يخليني اكسب بطوله افريقيا؟ هذه اجابات من يجيب عليها هو مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، يعني بلا ما يعني من غير اي مزايدات، محدش يقدر يجاوب عليها غير هو الراجل ده، لانه هذا الكم من المشاكل من الممكن معالجته. بس دايما هبقى ببص في جزئيه شويه مهمه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. ايه هي؟ انا قلت لك انه المشاكل كتير، لكن في جوانب تانية قد تكون ايجابيه. عظم من ايجابياتك. انت النهارده بتشوف، اكلمك بصراحه شديده، عمر الساعي الراجل ده لو اخذ فرصه مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. لعيب كورته حلوه، واثق قوي من نفسه، ما هوش عيل صغير في الملعب، يعني ما هوش مهزوز، ما هوش خايف. هو عنده الحته بتاعت انا احب انا شايفه في الملعب جامع شويه ما بين عمرو السوليه في زمانه، في قوته، في طلوعه، في ظهوره مع النادي الاهلي، وعنده الرغبه والشراسه بتاعت الناس اللي بتلعب في الحته بتاعت امام عاشور وبتاع. فهو عنده حتتين حلوين، يقدر يجمع شخصيه كرويه حلوه، بس بشرط انك تاخد فرص كامله. في النهارده الناس ممكن تبقى منقسمه شويه على كريم الدبيس، بس انا بشوف ان كريم الدبيس واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي في الفتره الحاليه. انت راجل بتلعبه ناحيه الشمال بيلعب، بتلعبه في نص الملعب بيلعب، بتلعبه ناحيه اليمين بيلعب، بيديلك في كل مكان. اذا هو محتاج فرص. اذا انت بتتكلم على ايجابيات لابد من تعظيمها، مشاكل دفاعيه واخطاء دفاعيه لابد من الانتباه اليها. خلصنا كل ده، قلنا كل ده، ده كلام مهم، ده كلام عظيم جدا، بس خد بالك كل ده كده معاه بلس الاهلي يحتاج الى صفقات ولاعبين جدد تحت. هذا امر اصبح ضروري جدا جدا، هو شكل ضغطا كبيرا على اداره النادي الاهلي، ده حقيقي. ما هو هكذا تكون الامور في النادي الاهلي. انت راجل تبص دايما لقدام، فعشان تبص دايما لقدام لازم يبقى عندك اكبر قدر ممكن من اللاعبين اللي يحققوا لك الانجازات اللي انت نفسك فيها. فانا كده شرحت لك الموضوع اجمالا، اتمنى انه تكون الصوره واصله في قصه النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة توب تيم، أهلا بكم معنا في خبر جديد النهاردة، وللأسف بعد خسارة الأهلي. زي ما تابعنا الفيديو، زي ما تابعنا المباراة، خسارة الأهلي كان ليها أسباب كتير متعلقة ببعضها كلها. أولا الظلم في التحكيم، ثانيا الجول اللي اتلغى واتحسب اوفسايد، وبعد كده يعني ده كان هدف مهم، على الأقل هيبقى عليه نقط حتى لو ما فزناش بالمباراة. بجد ظلم التحكيم كان واضح جدا جدا. غير كده ان الاهلي بقى فيه فراغات، عامل زي القماشة اللي فيها عدة ثقوب. كرة هتقع من هنا، هتلمها من هنا، هتقع من هنا، لان الاهلي بقى فيه فراغات. محتاجين صفقات جديدة. فين فلوس الاهلي؟ فين فلوس الصفقات دي؟ الصفقات دي ما بتتعملش. ايه المانع علشان فلوس اتاخدت باي طريقة؟ الله اعلم. يعني انا مش عارفة هما ليه متوقفين. وفعلا الاهلي بقى فيه فراغات غير الغيابات بسبب الاصابات كمان. فالاهلي بيلعب بقماشه فاضيه يا جماعه، مفيش قماشه للاهلي يلعب بيها. فكتر خير الدنيا ان هو بيحقق المكاسب اللي بيحققها دي بالفراغات اللي هو فيها والعيوب اللي هو متحملها. ففريق النادي الاهلي محتاج شويه تصليحات كتير في الدفاع وفي الصفقات وفي التحفيز المادي والتحفيز المعنوي، وكمان التحكيم اللي مش هنقدر نتحكم فيه احنا بقى. ما شاء الله علينا، يعني كل مباراة كده يجي لنا حكم حاطط عينه على الاهلي من اول المباراة لاخرها، يبوظ الاهداف اللي احنا بناخدها، وكمان الحاجات
يعني الحاجات الواقعة خالص من الفريق التاني تعلى وتبقى كبيرة قوي وجميلة، وخلاص الماتش يعدي على كده. ويعني زي ما بنقول ايه، لا تعليق على الأحكام القضائية، لا تعليق برضو على الأحكام الكروية. عيلتي الجميلة، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين والفيديو ينتشر ويتشاف. وكمان لو أول مرة تشوف القناة اشترك فيها وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وحصري في عالم كرة القدم وخاصة النادي الأهلي. ويا ريت يا ريت يا ريت نوصل لأكبر عدد من المتابعين الفترة الجاية، ونوصل ل10,000 مشترك أخ وأخت بإذن الله. شكرا ليكم جدا على المتابعة، كنتم مع توب تيم.